يا مساء الورد والفل والياسمين يا حبايب قلبي، وحشتوني جدًا، جدًا يا أغلى وأحلى متابعين. بجد عايزة أشكركم جدًا، جدًا على كلامكم الحلو وتعليقاتكم الحلوة. صباحكم كله تفاؤل وأمل وراحة بال وجبر خواطر. لو بتشوفوني بالنهار ما تنسيش لايك لأختك، دعوة حلوة كده من قلبكم يا بنات، بالله عليكم ارفعوا لي الفيديو باللايكات، ارفعوا لي الفيديو باللايكات، باقولها لكم تاني. أول ما كده تشوفوا الفيديو قدامكم، أنا عارفة إن مش كله بيشوف الفيديو في وقت واحد، بس أول ما تلاقوا الفيديو كده بالله عليكم يا بنات ما تنسوا اللايك، اللايك بيرفع الفيديو. وتعليق حلو بقى، اكتبوا لي تعليق بقى، ان شاء الله تحطي لي قلوب، ان شاء الله تصلي على النبي اللي انت عاوزاه. تمام، عشان اللايكات والتعليقات يا بنات بترفع الفيديو يتشاف اكتر عدد يعني من المشاهدات يعني. وانت بقى اول مره بتشوفي قناتي، انا اختك اسراء، فضلا منك وليس امرا. لايك حلو واشتراك كده، حطي لايك واشتركي وخدي جوله في القناه، ان شاء الله باذن الله تعجبك، ويعني تلاقي منها حاجات حلوه كتير تستفادي منها. تعالوا بقى يا بنات نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متنسيش اللايك، متنسيش دعوة حلوة من قلبك. وتعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا بفطار لذيذ خفيف كده، سندوتش كده خفيف، بحيث ان احنا ما نقصرش في الفطار حتى لو بسندوتش بسيط قوي يا بنات. انا عملت كده كوبايه نسكافيه جنبها سندوتش مربى، عايزه جبنه، عايزه، بصوا انا عندي جبنه ومربى وحلاوه، بس انا عملت مربى. يعني كنت صاحيه كده مش عايزه جبنه، مش حاسه ان انا عايزه جبنه ولا عايزه فول ولا عايزه طعميه. طب ناكل ايه، نعمل ايه؟ الولاد طبعا كان عندهم درس، انا عندي ولادي الاثنين عندهم درس يوم الجمعه. ف يعني عملت لهم كده فطار خفيف كده بالفينو، برضو جبنه ومربى وحاجات كده، وفطروا واتكلوا على الله. فكره الفيديو النهارده يا بنات هتعجبكم قوي قوي قوي. هديكم النهارده 9 افكار مهمه جدا وحاجات اساسيه لازم تبقى في المطبخ، والفكره التاسعه يا بنات دي اختياري، بس انا بالنسبه لي بحبها قوي قوي، وهقولها لكم في اخر فكره معانا. طيب بصوا بقى يا بنات، مبدئيا كده اول حاجه لازم تبقى عندك في المطبخ ولا غنى عنها، وما ينفعش ما تبقاش موجوده ولا نسيبها لما تخلص خالص وما نجيبهاش الا لما تخلص وتشطب كده من عندنا، هي الفيجيتار. انا بعتبر الفيجيتار يا بنات شيء اساسي، انا قبل ما يخلص عندي الفيجيتار بكون عندي غيره. سواء بقى بتحب الفيجيتار السبايسي، سواء بتحب الفيجيتار العادي، سواء ده ولا ده يا بنات ضروري، ده من الضروريات اللي في المطبخ، لازم يبقى في المطبخ. لازم يبقى عندي كده في درج كده التوابل عندي، او درج البقوليات والمكرونات والرز والكلام ده كله، لازم يبقى فيه فيجيتار. تمام، فدي حاجه اساسيه جدا. طيب الفيجيتار ده يا بنات عامل 15 جنيه، وانا قلت لكم اقول لكم رايي فيه لما استخدمه، هو ممتاز بيرفكت يا بنات، حلو قوي قوي قوي، ما فيهوش غلطه. طعمه تحفه، الكواليتي بتاعه تحفه، حكايه يا بنات، حتى ريحته حلوه قوي قوي. في منه السبايسي وفي منه العادي، يعني اللي انت حباه، اللي عايزه تجيبي السبايسي عايزه تجيبي العادي. فده نوعه هو من شركه ايزي فود، حلو قوي قوي يا بنات. فده من اساسيات المطبخ. تاني حاجه يا بنات، وتاني فكره معانا ولازم ضروري تبقى موجوده عندنا، او حاجه اساسيه في المطبخ، هو الدقيق. الدقيق يا بنات ما ينفعش ان احنا ما يبقاش عندنا دقيق خالص، او نستنى لما الدقيق يخلص. هتعملي كيكه هتحتاجي دقيق، هتعملي عجه برضو محتاجه دقيق، هتعملي اي افكار، هتعملي قرنبيط هتحتاجي في الخلطه بتاعته دقيق. اي حاجه يا بنات هنحتاج الدقيق. عايزه اقول لكم الدقيق من الاساسيات، لو هنقلي شويه سمك برضو هنحتاج الدقيق. فانا بالنسبه لي الدقيق من اساسيات المطبخ برضو، ودي تاني حاجه معانا يا بنات. عايزه اقول لكم نوع الدقيق ده يا بنات حلو جدا 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 فوق ما تتخيلي. النوع ده اسمه الزعيم، وعامل 25 جنيه ومكتوب عليه لجميع الاغراض، يعني بقى مخبوزات لكيكه، هتعملي بيه، هتقلي بيه، هو لجميع الاغراض. وانا بالنسبه لي بحب قوي قوي اجيب الدقيق يكون لجميع الاغراض، والكيس ده كيلو عامل 25 جنيه، ونوعه حلو قوي قوي. والكيكه كانت هشه قوي قوي، وكان اول مره استخدام ليه، بس دي تاني مره اجيبه، حلو جدا برضو يا بنات. تالت حاجه معايا وده شيء اساسي يا بنات، الجلاش. لفه الجلاش يا بنات العاديه اللي بتبقى عند الفران والكلام ده كله ب 15 جنيه. دي السلام برضو ب 15 جنيه. احلى جلاش ممكن تاكليه في حياتك، مورق وطعمه حلو وبجد يا بنات ما فيهوش غلطه. السلام، السلام من احلى الجلاشه. في الازهار انا مش بحبه قوي بصراحه، بحس كده طعمه مش الطف حاجه وعجينته مش احلى حاجه. فانا بالنسبه لي السلام حلو قوي قوي، عامل 15 جنيه، وحلو قوي 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 يا بنات بجد، يعني ما فيهوش غلطه زي ما بيقولوا. وفي نفس الوقت من اساسيات المطبخ عندي، ولازم يا بنات اكون عندي جلاش باستمرار، كل ما يخلص لازم اكون عندي قبل ما يخلص. تمام يا بنات. رابع فكره معانا اهم حاجه، دي الملح. ما ينفعش الملح ما يبقاش في المطبخ. ما ينفعش استنى لما كيس الملح يخلص واجيب غيره. ما ينفعش استنى على اخر شعرايه ملح واقوم باعته ابني او بنتي يجيبوا لي ملح، ما ينفعش يا بنات. الملح يا بنات من اساسيات المطبخ. وعايزه اقول لك ان كيس الملح بجنيه ونص وب2 جنيه، اللي هو مش حاجه خالص. لو جبتي الباكيته على بعضها هتوفري، ولو ما جبتيش الباكيته ما تخليش الملح، تستني لما يخلص وبعدين تفكري تجيبيه.
تمام يا بنات، دي كده رابع حاجة معانا. خامس حاجة يا بنات العدس الأصفر يا بنات مهم جدا جدا، والشوية دول ب15 جنيه. ده ربع كيلو يا بنات، أو يعني أكتر من ربع شوية، لأن هو الكيلو عامل 50 جنيه. عايزة أقول لكم يا بنات العدس مهم جدا. لو هعمل طبق كده محترم من الرز بالعدس الأصفر، جنبه شوية بيض مقليين، جنبه شوية سلطة، هحتاج العدس الأصفر. لو هعمل فتة عدس كده وجنبها عيش مقرمش كده طعمه حلو قوي وبيدي كده يعني روح للعدس بتاعنا، عايزه اقول لكم يا بنات تحتاجيه. فانا بالنسبه لي لازم الدرج عندي يبقى فيه عدس، ضروري، من الحاجات الاساسيه بالنسبه لي. شويه عدس كده ب 15 جنيه. عارفين يا بنات هقول لكم تكلفه كل الحاجات دي كام في الاخر؟ وبالمبلغ ده وظفنا وجبنا كام حاجه. طيب يا بنات، يبقى من اساسيات المطبخ كمان، ودي خامس فكره زي ما قلت لكم، العدس. ما ينفعش خالص يا بنات ان البيت ما يبقاش فيه عدس ونستنى لما العدس يخلص ونجيب، لا، لازم اول كده ما احس خلاص ان العدس حبه قليلين ابتدي اجيب واخلي غيره عندي. سادس حاجه يا بنات، ودي من اساسيات المطبخ، التوابل اللي هي ايه بالنسبه لي؟ التوابل اللي هي كمون وفلفل اسود. انا يا بنات زي ما قلت لكم بحب اجيب الفلفل الاسود او الكمون الحصى اللي هو مش مطحون، وانا بجيبه واطحنه عندي. عايزه اقول لكم يا بنات ما ينفعش البيت يخلى منهم خالص. ليه؟ اوقات كتير جدا يا بنات التوابل تخلص على غفله، والتوابل الاساسيه دي بالنسبه لنا الكمون والفلفل الاسود. اي بقى حاجه بنبهر بيها، سواء بابريكا، سواء توابل، سواء اي حاجه يعني توم باودر، بصل باودر، اي نوع توابل تانية، دي بالنسبه لي يا بنات مش توابل اساسيه. يعني هي الاساسي بالنسبه لي الكمون والفلفل الاسود اللي هنا عنه في اي اكل، ما ينفعش ان انا استبدله باي حاجه تانية خالص. فانا بالنسبه لي يا بنات لازم الحاجات دي تبقى ضروريه جدا جدا عندي موجوده، ما استنيش لما تخلص وابتدي اجيب غيرها. طيب يا بنات الفكره اللي بعد كده واللي هي اهم حاجه لازم تبقى موجوده عندي، فكره البطاطس يا بنات. انا عندي دلوقتي البطاطس، لو انت حابه ان انت تخلصي البطاطس وتفرزيها في الفريزر، قولوا لي يا بنات. لو عايزين نعملها مع بعض سهله جدا، ما بتسودش، ما بتغمقش، ما بيحصلهاش اي حاجه خالص. ممكن تطلعي على القليه على طول. بس انا بالنسبه لي كاسراء بحب ان انا اقشر واعمل على طول، بحس ان مش يعني مش حاجه صعبه، بحس ان البطاطس مش حاجه صعبه ان احنا نعمل كده. البطاطس يا بنات الكيلو ب10 جنيه دلوقتي، ما ينفعش ان انا استنى لما البطاطس تخلص لاخر واحده واجيب، لا، لازم يبقى عندي بطاطس اول باول يا بنات. الفكره اللي بعد كده يا بنات وهي الفواكه. ما ينفعش البيت ما يبقاش فيه فاكهه، ولو باقل الفلوس يا بنات. يعني مثلا عندي البلح ب15 او ب20، عندي البرتقال اللي انا جايباه ده ب20، جبت الكيلو بس. عايزه اقول لكم يا بنات تكلفه كل الحاجه اللي انا جايباها دي 100 جنيه. 100 جنيه. وكان عندي الملح، وكان عندي الفلفل الاسود، وكان عندي الكمون. حبيت اديكوا فكره الملح والكمون والفلفل الاسود بالنسبه لدي كماليات للمطبخ، ما ينفعش خالص ان احنا نقصر فيها او نستنى ان هي تخلص وبعدين نفكر نجيبها. دي من اساسيات المطبخ يا بنات. عايزه اقول لكم يا بنات اني يعني 100 جنيه جابت لي حاجات كتير قوي. جابت لي الدقيق، وجابت لي الفيجيتار، وجابت لي العدس، وجابت لي الجلاش، وجابت لي البطاطس، وجابت لي البرتقال. 100 جنيه يا بنات نزلت جبت بيها فاكهه ونوع خضار اللي هو البطاطس اللي هي عايزه احمر، عايزه اعمل البطاطس شيبسي، عايزه اعمل اي حاجه تنفعني. الفيجيتار ينفع في كل حاجه، الدقيق هينفعني في كل الوصفات. عايزه اقول لكم كل حاجه من دي يا بنات بتنفع. وهنوظف كمان لفه الجلاش دلوقتي واقول لكم ازاي. تعالوا بقى يا بنات اقول لكم فكره الحصاله. ودي حصاله كده كانت عندي، وكانت ثمنها 5 جنيه ومركونه من بدري جدا، وما حطيتش فيها ولا جنيه. طيب انا دلوقتي الحصاله دي مش هسيبها مركونه كده، اي حاجه متبقيه معايا هحطها. انا معايا 3 جنيه يا بنات في المحفظه، اخر معايا يعني بعد ما جبت حاجتي من السوق، وبعد ما اديت الولاد المصروف، وبعد ما راحوا الدرس، وبعد ما اليوم خلص خلاص واخر اليوم، فانا حطيت ال3 جنيه دول. عايزه اقول لكم يا بنات انا الحصاله دي جايباها كل ما يتبقى معايا فلوس 10 جنيه، 5 جنيه، 2 جنيه، 3 جنيه، ان شاء الله جنيه يا بنات هحطه في الحصاله. عايزه اقول لكم لما تفتحيها كده، عايزه بقى تفتحيها على العيد، عايزه تفتحيها على رمضان، عايزه تفتحيها في دخلة المدارس ان شاء الله الترم التاني او السنه الجديده، زي ما تحبي. صدقوني يا بنات بتفرق قوي قوي الفكره دي. تعالوا بقى كده، ده كان بقيه البانيه اللي انا كنت جايباه ومقطعاه معاكم، كنت شايلاه وقلت لكم هنوظفه في فكره او هنعمل بيه فكره حلوه قوي قوي. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا هعمل بيه دلوقتي شاورما. والشاورما عملناها مع بعض كتير، وانا مش دايما بحط طماطم فيها، يعني اوقات بحط اوقات ما بحطش. عايزه اقول لكم انها بتديها طعم حلو قوي قوي، بتحيقها كده وبتخليها طعمها حلو قوي قوي. بس لما بعوز اكتر الكميه بحط بصلايه كبيره، وبحط طماطميه كده، وقرن فلفل حراق، قرن فلفل رومي، حسب ما انت ما بتحبي. عايزه اقول لكم قرن الفلفل الرومي ما حطيتوش لاني انا الفلفل الرومي خلص يعني. عايزه اقول لكم احنا بنستهلكه جدا لان احنا بنحبه مقلي جنب الاكل على طول، يوميا جنب اي اكل بقلي فلفل رومي. تعالوا بقى يا بنات كمان هنعمل طبق بطاطس محمرة جنب الجلاش. ما ينفعش خالص ان انا يعني اسيب الجلاش كده لوحده، لازم جنبه حاجة. عايزه تعملي طبق مكرونه بصلصه، عايزه تعملي بطاطس شيبسي، عايزه تعملي كرات البطاطس مش محشيه حاجه خالص، عايزه تحشيها جبنه، براحتك خالص.
بينفع يا بنات نعمل جلاش ونعمل جنبه بطاطس محمره ونحشي كمان الجلاش بالفراخ ونعملش جنبه حاجه كده تحيق وتدينا طعم حلو. عندك بتنجان بقى متبقي ممكن تعملي بتنجان مخلل. ما عندكيش هتجيبي كده 3 طماطميات زي الطماطم يا بنات بدأت ترخص فما فيش مشكله لو خدنا 3 4 كده منهم نعملهم طبق يعني طماطم مخلله جنب الاكل. وهنعمله بقى التحبيشه المظبوطه اللي هي بقى ايه؟ توم، كمون، ملح، هريسه شطه، ليمون وشويه خل وهننزلهم عليها بقى والطبق يعني مخلل تحفه معايا. مش مكلف خالص يا بنات وفي نفس الوقت انا مليت سفرتي كده اكلات او حاجات مختلفه. عايزه اقول لكم بجد الاكله دي من احلى الاكلات وبتقضي اليوم وممكن لو انت مستعجله تعمليها وممكن ان انت الميزانيه مخرمه معاكي تعمليها. حلو قوي قوي يا بنات لو جبنا نص بانيه ان احنا ناخد جزء منه نعمله بانيه وجزء صغير منه اللي هو بيبقى البانيه بتاعه يعني تخينه شويه بايظه شويه في التقطيع. باخدها اقطعها شاورما وبشيلها في الفريزر وانساها لما عاوزها بقى يا بنات. حقيقي والله يا بنات انا لما عوزتها طلعتها. يعني انا ما كنتش محتاجاها انا لما عوزتها طلعتها. طيب انا يا بنات دلوقتي لفه الجلاش زي ما انتم شايفين زي ما قال الكتاب ما شاء الله ما فيهاش قطعه ما فيهاش خدشه ما فيهاش المشكله خالص اللي بتبقى في بعض الجلاش اللي بيبقى مكسر شويه مفتفت شويه. لو شلتيها في الفريزر هتطلعيها تسيبيها تفك حوالي ربع ساعه. والله يا بنات هتلاقيها زي ما هي ما فيهاش الهوا. احسن انواع الجلاش السلام وانا متعوده عليه من زمان وبنصحكم بيه لاني فعلا فعلا من احلى الانواع. يعني مفيهوش غلطه زي ما بيقولوا. جبت كده شويه سمنه سيحتهم عشان تبقى سهله معايا في الفرد كده. وبقيت اخد طبقتين طبقتين واحط بينهم سمنه طبقتين طبقتين انا مش باخد لفه لفه او ورقه ورقه. انا باخد طبقتين طبقتين. وبعمل بقى في الصينيه اللي انت حباها عايزه صينيه مربعه عايزه صينيه مدوره زي ما انا ما عملت كده اللي انت حباه. تمام عايزه اقول لكم يا بنات بتبقى اكله حلوه قوي قوي لو عندك كمان شويه لحمه مفرومه معصجين وجاهزين. هتبقى برضو حلوه جدا وطعمها لذيذ قوي قوي وبتفرق قوي قوي. الفراخ بقى جاهزه معايا كده يا بنات هنزلها وافردها وهعمل الطبقه التانية. وخلاص كده بقت سهله معايا ومفيهاش اي حاجه. كل اللي هعمله يا بنات يا كوبايه لبن يا كوبايه شوربه ما عندكيش لبن زي كده تستخدمي الشوربه. عليها بضايه وهتكسري البضايه وتنزليها على الشوربه وتقلبيهم حلو قوي قوي وتسقي بيها بقى الجلاش بتاعك قبل ما تدخليه الفرن. انا كنت زمان يا بنات بدخل الجلاش ياخد كده تحميصه من تحت وبعدين اطلعه احط يعني اسقيه بالشوربه بالبيض او باللبن بالبيض وخلاص بقى بدخله ياخد وش وخلاص. انا دلوقتي ما بعملش كده يا بنات. انا بقطع الجلاش بعد ما دهنت الوش بتاعه بالسمنه. ولازم تقطعيه قبل ما يخش الفرن عشان ما تقطعوش لما يطلع. قطعيه قبل ما يدخل عشان ما يفرولش معاكي ويبوظ معاكي بعد ما يطلع. وعشان ما يعملش وش كده منتفخ كده من ايه؟ من الفرن وكده من سخونيه الفرن. والبضايه يا بنات على الشوربه وهقلبها حلو قوي قوي وبعدين هنزلها بقى عليه. وعايزه اقول لك كوبايه شوربه حلوه قوي قوي او كوبايه لبن حلوه قوي قوي. عايزه اقول لكم ان هي هتشربها يعني الجلاش بتاعي هيشربها كويس جدا مش هتبقى طريه ولا هتبقى اللي هي كده يعني مبلبله زي ما بيقولوا لا خالص يا بنات. هتبقى كده من بره مقرمشه ومن جوه جوسي كده وطعمها حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. هتقولي يا اسراء كميه الفراخ بسيطه. عايزه اقول لكم كميه الفراخ البسيطه دي مطعمه الجلاش ومخليه مفيش حته فيه ما فيهاش لحمه. ما فيهاش فراخ يعني مفيش حته فيه ما فيهاش فراخ. حرفيا يا بنات بجد طعمه تحفه. انا ولعت عليه الفرن عادي. واول ما حسيت كده انه خد لون من تحت خلاص بدات كده ان انا اولع عليه الشوايه خد لون حمرت جنبه البطاطس رشيت عليها رشه بابريكا كده. والطماطم المخلله وكمان عملت عصير ليمون جنبه واليوم كان زي الفل واتقضى. وحاجه بسيطه من البيت يا بنات. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا بنات لو عجبك بقى فكرة الفيديو متنسيش اختك بلايك ودعوة حلوة من قلبك كده. عايزة يا بنات لايكات ما تنسوش اللايك بالله عليكم وانا مش ناسية الميزانيات اللي طلبتوها مني ان شاء الله باذن الله نعمل افكار حلوة قوي قوي تعجبكم ميزانيات تعجبكم جدا. دعوة حلوة بقى من قلبكم ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم اشوفكم على خير الفيديو الجاي باي باي.